السلام عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة منزل 3 أدوار في المنطقة الرابعة قطاع واو. نموذج المنزل 3 نواصي، واجهة على شارع رئيسي، ناصية ممر، دبل فيس على شارع رئيسي. المنزل ما شاء الله شارع كبير جدا، جاي في وش شارع مش مجروح خالص. ده كده الحرم بتاع البيت، رصيف، في 4 عداد كهرباء، عداد مية، تشطيب الواجهة بالكامل، سوبر لوكس، مادة وحجر مايكا ما شاء الله. ده كده مدخل الحديقة الأمامية. طبعا المنزل نموذج ناصية ودبل فيس. الجنينة بتاعتنا بتكون حرف واي، تبقى ده ممر الناصية ما شاء الله، متشطب جميل جدا. ده كده ممر بيرجعنا لحد الحديقة الخلفية. دي كلها مساحة الحديقة. معانا هنا كده ده يعتبر المنافع بتاعتنا، الحمام والمطبخ. ده كده الباب الخلفي للمنزل ما شاء الله. حديقة كبيرة جدا، حوالي 300 متر حق انتفاع، ينفع نستصلحها حديقة. دي كده السياحية ب شارع رئيسي، الفاصل بين قطاع واو وقطاع زين ما شاء الله. 4 حارات كبار، اسفلت، 2 بطيء، خدمات 2 سريع، مواصلات 24 ساعة تعدي من قدام المنزل. دي كده الواجهة الخلفية للمنزل، متشطبة ما شاء الله، جميلة جدا. منزل مش مجروح نهائي من 3 جهات. نشوف مع بعض مساحة المنزل من الداخل والتقسيمة الداخلية. طبعا احنا نقدر نعمل توسعة بما ان المنزل مش مجروح الواجهة الخلفية ولا الأمامية ولا الجانبية. ده كده مدخل مرتفع للدور الأرضي، طبعا مدخل منفصل. وده كده المدخل الرئيسي لل3 أدوار. هنا بيكون ال4 عدادات كهرباء موجودين، عداد المية موجود، السلم متمحر، مدخل البيت متمحر. دي كده الشقة الأولى، مدخل ريسبشن، بلكونة. هو احنا هنا كده لاغيين غرفة ضمنها على الريسبشن عشان يبقى معانا ريسبشن كبير استقبال. معانا هنا مساحة المطبخ جميلة جدا، وضوء كهرباء، معمول محارة. كده مساحة الحمام. نقدر نقسم اي تقسيمة، مفيش اي مشاكل. نقدر نعمل توسعة في المساحة، نخلي الشقة حوالي 300، نخلي الشقة 100 متر، 110 متر صافي. كده مساحة الريسبشن والغرفة، الحمام والمطبخ للدور الأرضي. وصلة المية موجودة، وصلة كهرباء موجودة، سلم مرتفع، خرسانات ما شاء الله باينة معانا، مفيهاش أي مشاكل. شبعانة أسمنت، تسليح البيت 16، 3 أدوار، مباني كلها جديدة. دي كده مساحة الدور التاني، مساحة الريسبشن، بلكونة، شباكين تهوية. دي كده الطرقة بتاعتنا ما شاء الله حوالي 120 سنتي. ده كده المطبخ للدور التاني. طبعا 3 شقق نفس التقسيمة، حمام ومطبخ وغرفتين وريسبشن. طبعا نقدر نقسم الأرضي مضيفة كبيرة ونعمل الدورين اللي فوق غرف حمامات، مفيش أي مشاكل. طبعا دي كده غرفة بالطل على الحديقة الخلفية وعلى الواجهة الخلفية للمنزل ما شاء الله. دي بوابة كبيرة وجاردن مرتفع عن الشارع الرئيسي، يعني خصوصية تامة. دي كده السياحية، مدخل الرئيسي قطاع زين ما شاء الله. خدماتنا كلها من الشارع من هنا، مسجد، مدرسة ابتدائي، مدرسة اعدادي، حكومي، تجريبي، وحدة صحية.
نادي اجتماعي، سناتر تجارية ما شاء الله شغالة بكفاءة، منطقة كلها سكان، حاجة مستواها جميل جدا. دي كده الواجهة الأمامية للمنزل، الحديقة الأمامية، منزل ما شاء الله جاي في وش شارع، قدامه 3 شوارع رئيسية، مش مجروح نهائي من أي اتجاه. طبعا بالقرب من مول أبو طالب، مول الحسن، الممشى السياحي، القطر السريع، جامعة زويل، حاجة مخدومة جدا يعني. نشوف مع بعض الدور الثالث. خرسانات البيت، التسليح كله باين. ده كده الروف بتاعنا، نقدر نبني غرفة وحمام ومطبخ. ده كده مساحة الريسبشن، طبعا بيطل على الشارع الأمامي، الطرقة بتاعتنا واسعة جدا. ده كده مساحة المطبخ، التهوية بتاعته مش مجروحة برضو على الحديقة الخلفية. نقدر نعمل ردود للمساحة بموجب قانون التصالح اللي فتح 5/5/2024. كده مساحة الحمام بتاعتنا برضو بتطل على الحديقة الخلفية والشارع الرئيسي وحق الانتفاع. كده الغرفة جانبية بتطل على ممر الحديقة بتاعتنا ما شاء الله. والغرفة الخلفية بتطل على الشارع الرئيسي الفاصل بنزين وعلى حق الانتفاع والجنينة الخلفية والخدمات. حاجة محترمة جدا، شارع حوالي 90 متر.